اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، وفلسطين وفي كل بلاد المسلمين، اللهم آمين. ادعوا لهم يا بنات في الكومنتات. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. طبعا الأجواء شتوية وجميلة زي ما انتوا شايفين بالظبط. الشتا ده أو المطرة دي كانت يوم الأربع، يعني في الصبح بدري، كانت حوالي الساعة 9 تقريبا. فأنا قلت أصور لكم الأجواء التحفة دي. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا واغسل ذنوبنا يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. صلوا على النبي يا بنات في الكومنتات، وادعوا لإخواننا في السودان وفي فلسطين وغزة وكل بلاد المسلمين، اللهم آمين. فيديو النهاردة يا بنات فيديو محفز جدا ومشجع. هنروق مع بعض المطبخ وهنظبط الدنيا وهنروق، يعني هنروق المطبخ ترويقة فلة. طبعا احنا ما دخلناش المطبخ من بعد العيد، بنتدلع بقى وبنعمل اكل خفيف، او مثلا تعملي تطلبي اكل من بره، مثلا تخرجي انت والولاد كده يعني. كنا يعني مقضينها ايه، اي حاجة عشان خاطر ما نبهدلش الدنيا. وادي اول ما دخلنا المطبخ بهدلنا الدنيا الحمد لله. انا بقى مسكت المطبخ، يعني طبعا انتوا زي ما شفتوا كده في الفيديو مكركب ومبهدل، والمواعين يعني ماليه الحوض. هنا انا غسلت الرخامه اول حاجه، شلت اللي عليها وغسلتها. بس كنت مفكره ان الكاميرا شغاله، بس للاسف ما كانتش شغاله. فانا اول حاجه كده شلت الحاجات اللي عليها، وبعد كده جبت ليفه سفنجه يعني، ورحت جايبه شويه بريل وغسلتها كده وظبطتها. بعد كده جبت فوطة مبلولة وبدأت اشيل كل الرغاوي اللي موجودة على الرخامة دي زي ما انتوا شايفين. لو لسه اول مرة تشوفي قناتي، يا ريت تشرفي اختك بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله باذن الله انا بنزله. وما تنسينيش في اللايك علشان خاطر يشوفوا اكبر عدد ممكن. اللايك يا بنات هو اللي بيرفع الفيديو. انا يعني بصور والتصوير بياخد مني وقت كبير جدا. يعني انا مثلا الحاجة اللي هعملها في ساعة مع التصوير بتاخد مني ساعتين فعلا يعني. ده غير كمان المونتاج والحاجات اللي بعد التصوير بقى، عشان خاطر تمنتجي وتسجلي على الفيديو وتظبطي الدنيا، عشان خاطر لو مثلا انتي ظاهرة في لقطة فمحتاجة ان انتي تحوشيها وكده. فيا ريت تقفي جنبي وباللايك وايه، وان انتي مثلا تكتبي لي كومنت حلو كده منك علشان خاطر ترفعي الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين يا بنات انا خلاص غسلت الرخامة ونشفتها كويس، وجبت طبعا البخاخة دي انتوا عارفين فيها ايه، فيها مية وشوية مسحوق اطباق ومعلقتين خل. ورحت رشه كده على الظرف، ورحت مسحها بفوطه وبقت بتلمع وزي الفل. دخلنا بقى على الكوم الكبير وهو المواعين اللي موجوده. انا ما بحبش اسيب مواعين كتير في الحوض كده او ابيت مواعين في الحوض. بس طبعا كان عندي ضيوف وكانت يعني مشوا في وقت متأخر، فكان عندي فيديو برضو بظبطه. فالمهم خلصته ومنتجته وقلت خلاص ننام والصباح رباح، ولما نصحى نعمل اللي ورانا. مش هيجرى حاجة يا بنات، يعني لما يعدي يوم او كده طالما لاقيه نفسك تعبانه خلاص. وبعدين انتوا شايفين المطبخ يعني متبهدل جامد، فمش يعني هتخشي عايزالك اقل حاجه ساعه وانت مثلا الوقت متاخر، فمش هتكروتيه. فانا كنت عايزه اظبطه التظبيطه اللي انا عملتها معاكم كده، وقلت طبعا هسيبه للصبح عشان خاطر اصور معاكم واشجعكم. المهم بقى غسلت المواعين كده وظبطتها. والنهاردة برضو هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية وسهلة ونمشي بيها اليوم. يعني مثلا أنا يعني روتيني في موضوع الأكل ده، وطبعا الميزانية يعني محدودة. الحمد لله على كل شيء. أنا ما بقولش عشان خاطر حاجة، انا بقول لكم علشان خاطر تاخدوا افكار. يعني مثلا لو واحده من حبايبي بتتفرج عليا عايزه تاخد فكره عن اكله مثلا تمشي يومها ازاي او تمشي الاسبوع بتاعها ازاي، يبقى انا استفادت مني ومن الفيديو اللي وهي بتتفرج عليه.
انا مثلا يعني في يوم عملت ايه اكله حلوه، مثلا محشي وفراخ والكلام ده كله. تاني يوم بقضيها اي حاجه يا بنات، يعني لو فاض مني مثلا شويه محشي طبقين ولا حاجه، بروح مثلا، وعندي طبعا أنا عامله الفراخ فبعمل شوربه. يعني انا بحب الفراخ، انا بظبطها وبتبلها وبتطلع لي شوربه تحفه. فبزود الشوربة شوية بحيث ان مثلا اعين طبق تاني يوم اعمل بيه ملوخية، او مثلا اعين طبق في الفريزر بعد كده لو انا محتاجة اعمل اي حاجة ومش هعمل جنبها لحوم مش هتطلع لي شوربة، استخدم الشوربة دي. فالشوربة في الفريزر كنز، تمام، هتنفعك في اي وقت. المهم مثلا هديكم مثال، انا عامله محشي وكده، تاني يوم بعمل حسابي يفيض مني مثلا طبقين، بحيث ان انا الطبقين دول على حسهم اروح جايه عامله كيس ملوخيه، اعمل لي مثلا طبقين، واروح جايه قاليه بتنجان وعاملاه بالدقه. ده كده يبقى انا عندي طبقين محشي وطبقين ملوخيه وطبق بتنجان، وحمر جنبه طبق بطاطس، والحمد لله اليوم عدى وبقى زي الفل. فمثلا يوم يبقى فيه بروتين وتاني يوم ما فيهوش، عادي مفيش مشكلة. يعني الخضار الفايدة اللي هياخدوها من الخضار اللي في اللي في الملوخية فايدة كبيرة جدا. يعني جسمنا مش بياخد بروتين بس، لا. فانتي لما مثلا يوم بروتين ويوم تدخلي خضار، عادي مفيش مشكلة. طيب انا عملت المحشي والفراخ في يوم وما فاضش مني محشي، مفيش اي مشكلة. تاني يوم تروحي عاملة مثلا شوية رز بالشعرية، وتروحي عاملة صينية بطاطس عادي جدا، وهتروحي عاملة جنبها طبق سلطة حلو كده، وتروحي ايه وطبق مخلل، ايا كان نوع المخلل عندك، وبقت اكلة زي الفل. ولا حتى لو يعني ما عندكش بواقي اهو، ادي يوم مشيتيه بايه كده، تمام. دلوقتي الاسعار بقت نار، واسعار الخضار والفاكهة، يعني اسعار الخضار غلبت اسعار الفاكهة. فانتي ايه بتمشي نفسك. والطماطم زي ما انتوا شايفين دلوقتي عدنا بنبعد عن اي اكلة فيها طماطم. يعني مثلا لو في الاسبوع بتستخدمي اكلة 5 اكلات فيهم طماطم، دلوقتي لو عملتي اكلتين في الاسبوع فيهم طماطم يبقى كتر خير الدنيا. يعني انا بسجل معاكم يوم الخميس، كل الشغل اللي انا عملته معاكم ده روتين الخميس، وبسجله معاكم بالليل عشان خاطر انزله لكم بكره ان شاء الله باذن الله. نزلت اجيب شوية طلبات، لقيت الطماطم ب40، والطماطم الطرية اللي كنا بنجيبها التلاتة ب10 ب25 جنيه، الفلفل ب30، البتنجان ب30 وب25. فالاسعار يعني ربنا المستعان. فاحنا ايه بنمشي دنيتنا كده. انا كنت اليوم ده قلت هنزل اجيب سمك واعمل اكلة سمك حلوة وكده ومش عارفة ايه، وبعدين رجعت قلت ايه الميزانية مخرمة. فروحت قايله خلاص انا هعمل شويه رز بالشعريه، وهروح عامله جنبهم شويه مسقعه وطبق سلطه او وشويه مخلل وخلاص، واليوم هيعدي. ونخلي ايه بقى السمك مثلا اليوم الجمعه او يوم السبت، واليوم عدى يا بنات والحمد لله. اليوم اللي قبله برضو انا كنت كان عندي بواقي اكل، مشيت بنفسي، لان اليوم اللي قبله كنت عامله فراخ وفاض مني شوربة وكده، فعملت ايه ملوخية وطبق بتنجان وكلنا بعيش واليوم عدى. انا بكره ان شاء الله اللي هو يوم الجمعة مثلا هنعملها بقى ايه اكلة حلوة، احنا بقالنا يومين مقضينها كده وبنضحك على الولاد. فبكره ان شاء الله باذن الله هعمل لهم اكله حلوه، هعمل محشي واشوف هعمل جنبه ايه، وان شاء الله هصور لكم برضو باذن الله بحيث ان انتوا ايه تاخدوا افكار. طبعا هنا في الفيديو انا خلصت المواعين وغسلت الحوض وغسلت السيراميك بتاع الحوض ده، ونشفته وظبطت ايه الحوض. قلت خلاص بقى بالمرة اخد معايا البوتاجاز لانه كان متبهدل. انا ما بحبش اسيب البوتاجاز يوصل لحالة ان انا احتاج ليها فلاش او الكلام ده كله، او اللي هو الباور او سترس او كده، لا. فانا بالنسبة لي كده البوتاجاز متبهدل. رحت بس بخ عليه بالبخاخة اللي انا قلت لكم على مكوناتها. وحطيت شوية بريل اللي هو المسحوق بتاع الاطباق، وبايه وبالسبونشة كده، ورحت غسلاه. السبونشة دي خشنة شوية فايه فبتعوض ان انا اغسله بسلك او كده عشان خاطر ما يجرحوش وبوظه. ورحت شايله بالمره العيون كده برضو مسحاها، هي مش فيها حاجه، مسحتها كده بالفوطه وايه
ونشفته كويس جدا عشان خاطر البوتاجاز يبقى بيلمع معاكي كده. تنشفيه كويس جدا. الفوطة الخضرا دي بستخدمها للتنشيف في الاخر، فهي بتبقى ناشفة. المهم بقى كان عندي اطباق في المطبقية ناشفة، ركنتهم على الرخامة على في جنب كده، هي كده كده الرخامة كانت نظيفة. وبدأت ارص الاطباق اللي انا غسلتها. ودلوقتي قلت ايه اظبط الدرج ده واحط فيه ايه الاطباق. البولات الصغيرة دي طبعا بتاخد مكان في المطبقية وعشان احطها في رف، يعني مش عارفة احطها فوق بعضها، فانا مخصصة لها الدرج ده. انا الوحدة عندي المطبخ عندي مش كبير يا بنات، هي وحدة الادراج دي والوحدة اللي هما 3 دور في دور وخلاص كده شكرا المطبخ خلص. فانا ايه بحاول انظمه وارتبه، ومش حاطه فيه حاجات كتير عشان ايه ما يتعبنيش. زي ما انتوا شايفين الحوض فاضي اهو عندي، وحاطه بس عليه الحلل اللي بتتصفى، وبعد ما تتصفى هروح عينيها عشان ايه لما اجي اطبخ الغدا يبقى انا كده الحوض عندي فاضي. الوقت ده كله يا بنات كنا بعد الظهر، يعني كانت تقريبا حوالي الساعه 2 2:30 في الحدود دي. انا حرفيا قعدت لي ساعه في المطبخ عشان خاطر اظبطه. وبعد كده بعد ما خلصت البوتاجاز، طبعا الحواوين برضو غسلتها على الحوض بس مش جبتها معاكم، ونشفتها لما انا ايه قبل ما احطها على البوتاجاز عشان ما توقعش ميه على البوتاجاز. ورحت شايله الفرشه بتاعه الارض، طلعتها البلكونه، نفضتها تنفضتين كده وسبتها على البلكونه. وكنست الارضيه بالمقش عادي، يعني ما مسحتهاش، هي نظيفه، هي بس ايه فتافيت رده فتافيت رز من الولاد بتاع. ورحت جايه كنساها، وكده المطبخ عندي فل شمعة منوره. كنت حاطه بقى دورة غسيل في الغسالة، طلعتها بقى بالمرة، قلت ايه انشرها كده كده انا لسه بدري على تجهيز الغدا. قلت اطلعها بالمرة انشرها. وكان عندي كمان كوم هدوم يا بنات والله حوالي 3 مرات، يا 3 يا 4 كمان، اللي هي بتاعت ايه لما رجعنا من السفر، وكل الغسيل اللي انا غسلته بقيت اغسل وارص كده وانشر غيره، كان كل ده متطبقش. المهم دول رحت نشرهم. وبعد كده رحت داخله برضو مطبقه، لسه العصر مأذنش، رحت جايه داخله ايه مطبقه الهدوم اللي كانت موجوده كانت على الكنبه ايه اللي في الصاله، اللي هي الفوتيل لوحدها. والصلاة ايه يعني ايه خليتها، يعني ما كانش مش كانت محتاجة حاجة، بس الكوشانات دي كانت متبهدلة من قعدة الولاد، خليت رموسة بنتي ظبطت الكوشانات كده وخلاص. وهي الدنيا رايقة، واصلا يعني الصلاة عندي هادية وبسيطة والعفش فيها بسيط، فما بتتعبنيش. قلت بقى ايه اعدي بقى الشتاء والمطره دي والبرق والرعد اللي كان شغال. وبعد كده ايه اروح مشغله والولاد طبعا انا قاليه سوداني فبياكلوا، والسوداني مهما تحطي فرشه ولا كده لازم بيطير منه حاجه. قلت ايه على يوم الجمعه بقى الصبح كده اروح شغاله المكنسه مشفطه ايه الشقه كلها. هنا بقى كان العصر اذن وصليت العصر وكده، ودخلت اشوف بقى ايه هنعمل ايه غدا. انا بصراحه ما كنتش عايزه اصوره. وبعدين ايه قلت ايه طب ما انا اصوره عادي، يعني زي ما بعمل اكله حلوه برضو اصور لما اجي اعمل اكله بسيطه ومش مكلفه. برضو حبايبي ياخدوا منها ايه افكار، هي الاكله بسيطه وان شاء الله تعجبكم وجربوها. رحت عامله شويه محمره بطاطس، انا هعمل النهارده مسقعه عاديه من غير لحمه مفرومه ولا حاجه. ورحت بقى احنا بنحبها او الولاد وزوجي كده بنحبها ايه بيحبوا ياكلوها مع الرز بشعريه. طبعا انا مقطعه البتنجان ونقعاه في ميه بملح علشان خاطر ايه ما يشربش مني زيت كتير. بعد ما قليت البطاطس طلعتها ونزلت بالبتنجان كده على نار عالية عشان خاطر يتحمر بسرعة وايه وما يشربش زيت. وزي ما انتوا شايفين نزلت بشوية شعرية. ورحت حتى طبعا الرز غسلته وصفيته كويس، ونزلت عليه على الشعرية وملحت كده ايه الرز بتاعي وحطيت له المية بتاعته. ورحت مغطياه اول ما يغلي زي ما قلت لكم، يغلي حوالي ما نزودش على 10 دقايق على نار عالية. وبعد كده هدي النار عليه خالص لحد ما يستوي. وبنحنه التاني كده انا ممكن ايه اقلبه تقليبه في النص عشان لو مثلا من تحت مستوي ومن فوق لا، فاقلبه عشان كله ياخد من بعضه كده ويبقى كله ايه سوا واحد. طبعا شايفين انا هنا حطيت شوية زيت في الحلة دي. وقطعت بصلاية، بس انا لسه ما كنتش ايه ولعت عليها. انا يا بنات بشتغل كله
مع بعضه، بحيث ما اطولش واقف كتير في المطبخ، كله كده شغال مع بعض. هنا ولعت بقى على على البصلايه، وقلت على ما تتحمر اكون ايه فرمت الطماطم. الطماطم النهارده سعرها نار يا بنات. دي جبت حوالي 4 طماطميات، مش كترت، وفرمتهم. الطماطم دي طرية. جبت ال2 كيلو ب50 جنيه. هي حمرا وسليمة، مش فيها حاجة، بس ايه طرية شوية. فقلت هتنفعني علشان خاطر ال المسقعة، وبرضو ايه هتنفعني في اي حاجة تانية. وجبت من التانية بس الغالية اللي هي ب40 جنيه، جبت هو كيلو بس امشي نفسي بيه. هنا جبت قرنين 3 فلفل برضو، قطعتهم حلقات كده زي ما انتوا شايفين، عشان خاطر بحب احطه في المسقعة. البصلية هنا بدأت تاخد معايا لون، وانا كنت فرمت الطماطم وحطيت فيها 3 4 فصوص توم. ممكن تشوحي التوم مع البصل، وممكن ايه تفرميه مع الطماطم كده عادي، كده او كده بيدي نفس حلو. وهنا بقى رحت حاطه نص معلقه سكر، عشان خاطر ايه حموضه الطماطم، يعني ما تبقاش ايه، يعني الطماطم بتبقى فيها نسبه يعني حامضه بتلسع كده. فشويه السكر دول بيعدلوها وبخليها ايه حلوه، والاكل يبقى مسكر. هنا قلبت على الرز وظبطته، وهنا كنت وطيت عليه بقى خلاص، وسبته ايه مع نفسه على ما اخلص بقيت ايه المسقعه. طلعت البتنجان بعد ما اتحمر، مش بحمره ياخد لون يعني جامد، علشان خاطر هو طبعا كده كده هيتحط لسه في الصلصه. نزلت بقى بالفلفل كده برضو، هديله تشويحه حلوه عشان ريحته تطلع. وهنا بقى يا بنات اي حاجه بستخدمها بروح شطفها على طول، علشان خاطر ما رقمش ورايا مواعين ونعمل زي العمله اللي فاتت دي. انا متعوده على كده، الحاجه طالما يعني انا ايدي مش بتعمل حاجه، الطبق اللي استخدمته او كده خلاص ما عدتش هستخدمه، بروح شطفه على طول، علشان خاطر الحوض عندي يبقى نضيف، ما يتبقاش عندي غير شويه المواعين اللي احنا ايه الاطباق اللي احنا كلنا فيها. هنا بقى هجيب التوابل بتاعه المسقعة اللي هحطها على المسقعة. جبت معلقة كزبرة، ومعلقة فلفل، ونص معلقة قرفة، ومعلقتين ملح، او معلقة ونص. انا حطيت هنا معلقة وهي احتاجت مني نص كمان، ونص معلقة شطة، ونص معلقة كمون. وهاخد كل ده واحط ايه على المسقعة. انا عشان ماسكة الموبايل وكده بصور، فقلت ايه المهم كلهم مع بعض في طبق كده، وايه واخدهم احطهم على طول، بدل ما افضل رايحه جايه واطول في التصوير معاكم. هنا بقى حطيتهم، وهسيب الطماطم دي تتسبك خالص، يعني تدخل مثلا بنسبة 80 او 90% تبقى متسبكة خلاص. هنا انا خلصت الفلفل، وكده كل المقليات دي ايه جهزت معايا. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. هنا يا بنات خلاص نزلت بقى بالبتنجان والفلفل والبطاطس. انا بكتر بطاطس لان ولادي بيحبوها، يعني هما ولادي اصلا في المسقعه بينقوا البطاطس اول حاجه، فقلت ايه اكتر لهم كده شويه علشان خاطر ياكلوا براحتهم وتكفيهم. جبت هنا بقى حوالي كوبايه الا ربع ميه، وحطيتها. انا زودت الميه بتاعتها شويه علشان خاطر احنا هناكلها بالرز، فيبقى فيها ايه فيها مرقه شويه. ولو عندك مكعب مرقة في الوقت ده وانتي بتحطي المية، روحي جاية حطاه، بتنقل المسقعة في حتة تانية. انا بصراحة هنا ما افتكرتش، او قلت انا حطيت التوابل وخلاص فمش مشكلة، بس انا في الوقت ده ما حبيتش ايه، ما افتكرتش خالص. لو افتكرت كنت حطيت. اغلب الاوقات لما باجي اعمل مسقعة طالما ما فيهاش لحم بحط فيها مكعب مرقة. هنا بقى قلت بقى اعمل اي حاجة خضرة، وبما اني مش هعرف يعني الطماطم غالية مش هعرف اعمل سلطة وكده، قلت خلاص هقطع خيارية. وجبت هنا ده فلفل رومي بس طويل كده. هو مش حراق يا بنات ولا حاجة، هو مسكر وولادي بيحبوه. وقلت ايه يعني ايه يتاكل زي الخيار كده بدل الطماطم، يتاكل زي الخيار، طعمه مسكر وجميل، وانا بحبه وولادي بيحبوه، بينقنقوا في جنب الاكل. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. احنا يا بنات يعني نمشي الفترة دي. الدنيا غالية وكل حاجة غالية وما فيهاش اي مشكلة خالص، مش لازم علشان خاطر اكل اكلة حلوة لازم يبقى فيها بروتين ولازم يبقى فيها لحوم ولا اي حاجة. انا الاكلة اللي زي دي بتأكلني اكتر من اي حاجة تانية. يعني مثلا الاكلة دي اكلة مثلا فيها
ملوخية وشوية بتنجان بقى بالدقة كده، بيبقوا يا سلام زي الفل. هنا الحمد لله غرفت على قد عدد الافراد اللي كانوا موجودين، وغرفت كمان طبق رز كمان. هنا بقى احنا بناكل المسقعة، بنحطها على الرز كده وناكل، وبتبقى حلوة وزي الفل. وممكن ناكلها بعيش برضو، يعني انا في عندنا بياكل معانا في البيت، في اللي بياكل بعيش ما بيحبهاش بالرز، وفي اللي بيحبها بالرز، يعتبرها زيها زي اي نوع خضار او اي نوع طبيخ. وربنا المستعان، واليوم بيمشي والدنيا يعني الحمد لله فضل ونعمة من ربنا. وربنا يا رب يديمها نعمة علينا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. والله طعمها كان حكاية زي الفل. خلصنا بقى سفرتنا كده وظبطناها وحولناها بره على الصالة على الطبلية. وبكده الفيديو يكون خلص، ومع ألف سلامة، واشوفكم الفيديو